بدكم الصراحة، أول مرة دخلت المطبخ كنت مفكرة حالي شيف محترفة. بس بعد أول كم أكلة اكتشفت إني كنت السبب الحقيقي بكل الكوارث. تعرفوا اليوم وأنا قاعدة هيك في المطبخ، طبعا ليش أكذب عليكم، المطبخ كله يمكن مترين في متر، فبقعدش أصلا بالمطبخ. صار الله هديك الأيام لما كنا بغزة كان المطبخ قد غرفتين ولا غرفة. يلا ربنا بيعوض إن شاء الله. خطر عبالي أول فترة كنت بديت أطبخ فيها، على فكرة كنت يعني مفكرة حالي بعمل الصح، ولليوم ما بحب حد يشتغل معي، ما بحب أخذ وصفة من حدا، بحب أنا أدور لحالي وأعمل وأسوي. واكتشفت إنه لازم الواحد يعني لما يعجبه طعم ياخد الوصفة، مينفعش يقعد يألف مع نفسه ويحط مكون، وكتر المكونات الكتير بيخرب الطبخة. وكمان يا جماعة اكتشفت إنه كتر البهارات بدمر الصحة، وكتر الشطة بتخلي الإنسان فعلا يتعب كتير. فعشان هيك يا جماعة في كبشة أخطاء وأشياء الواحد بيعملها مش ضروري يعني إحنا نصحح كل الأخطاء بصراحة يعني، بس فينا إنه إحنا نخليها ببالنا على طول يعني. لأني ما أكذب عليكم، الواحد لما يكون بيحب حاجة ممكن تكون شوية غلط بس هو بيقدرش يعني يسيبها. طبعا إحنا بنحكي يا جماعة عن الأكل أكيد، طبعا يا جماعة نتكلمش حاجات تانية، لو غلط الواحد بيعمله ويقفوا. فالمهم كانت من أكبر الغلطات يا جماعة، أنا كنت أدخل مطبخ أشوف يعني أي مطبخ أدخل أشوف ألاقي الناس بتدير الزيت، بتكب يلا كب في هالطنجرة وحط. يا جماعة هي مش بكمية الزيت اللي بنحطه ولا بكمية السمنة. عموما أنا مش من مناصرين السمنة أصلا ولا بحب ريحتها، بس التنين سيئين جدا جدا جدا. زيوت مهدرجة بتؤدي إلى السرطان. طبعا الإنسان مش في يوم وليلة رح يصحى ويلاقي حاله مريض ولا تعبان، هي عدة عوامل على وقت طويل من الزمن. لاقي حاله الواحد ايش وقف، لا ستوب، انا كبرت وجسمي تعب. ليش يا عم؟ عشان انا كنت وانا طفل وانا كبير وشاب ما كنتش اهتم في صحتي. فاول حاجة كتر الزيت غلط. وخلينا في المنتجات الطبيعية، يعني هنا في مصر ما شاء الله موجود حاجات كتير، يعني موجود السمن البلدي، طبعا هو سمن بلدي حيواني طبيعي، لأنه طبعا ما شاء الله بلدي كبيرة فيها جاموس وبقر فمنتجات الألبان ومنتجات الحيوانات متوفرة أكتر من عنا بغزة. إحنا مش متوفر عنا هذا الإشي، فاللي بيقدر يستغل ويشتري الأشياء الطبيعية لأنها هي الأساسية يشتريها، ما قدر يخليه على البدائل زينا ولكن يقننها. يعني الزيت مش لازم نص كوباية ونص فنجان ومش عارف إيش، يعني هيك شحطة تلحيسة. وطلع كمان يعني إنه مش ضروري يا جماعة الواحد يقلي كل إشي بالزيت. التشويح حلو، التتبيل حلو، وفي مية وفي أشياء بتساعد إنه الطبخة تمشي كويس. خلصنا من موضوع الزيت، نيجي على تاني وأكبر غلطة، الصبر. إحنا فيش عنا صبر وإحنا بنطبخ. يعني أنا كنت مثلا أطبخ كيكة، عن جد تخرب الشغلة معايا، تخرب الكيكة، بس كل شوية افتح الفرن وسكر هالفرن، افتح وسكر افتح وسكر. ودايما كل ما افتح باب الفرن الاقي الكيكة تنزل كأنها زعلت مني والله. وفي شغلة مهمة جدا جدا في اللحوم، خصوصا اللحمة. وكمان مثلا لو عاملين بطة مثلا، يا سلام. طبعا خلينا بعيد عن الطبخ، عن الطعم، مش الطبخ، طعم. فاحنا لازم نتبل اللحمة قبل بوقت، يعني اقل اشي 3 ساعات لو بدي اقول انه، يعني عشان اللحمة لازم تدخل فيها النكهة. اما ان انت لما تيجي تحطها البهارات وارمي هوب، البهارات ما دخلتش في اللحمة، اللحمة ما اخذت النكهة. احنا عارفين انه احنا يعني بصراحة احنا في وقت السرعة وفي زمن السرعة وكل اشي على السريع، وانا بحب كمان الاكل السريع، بحب انه بسرعة خلص. بس يعني لو ندي شوية اهتمام، صحينا الصبح بدري حطينا هالشغلة، من بدري عملناها سبناها اخر النهار عملناها، فالدنيا بتمشي يعني. هالخطوة هاي مش هتأثر علينا كتير. وخليني اقولكم كمان في كارثة كبيرة. شوفوا على فكرة انا يعني هاي الحاجات عادي بعملها وممكن اعملها، بس يعني انبهكم عليها شوية. إيه والله احنا ستاتنا واجدادنا كانوا يعملوا بالبركة، بس يعني البركة بصراحة إلها عيب واحد، انه مقادير بالبركة هذه
إنه النتيجة كل مرة الطعم يطلع شكل، مرة حلو شوية، مرة سكر قليل مثلا، مرة مالح كتير، مرة ملحه قليل. لازم الواحد يشتغل معايير ومكونات. وبتمنى في يوم من الأيام إن أنا يعني أتعلم الطبخ كمهنة، يعني مش كهواية. وما اكذبش عليكم، يعني أنا مش بس الطبخ هوايتي، في هوايات كتير يعني، بس في ناس هيك بيحسوا حالهم مبدعين، أي حاجة بدخلوا فيها بينجحوا فيها. فوجدت حالي يعني أحب الطبخ وبعمل وصفات، يعني بدناش نقول 100%، خلينا نكون متواضعين، 80% بتنجح الوصفات. بس لازم الواحد يلاقي الوصفة، يعني يكون في معايير، في مكونات، مش انه خلص ادلق وحط وسوي، لا لا، خلينا نكون منظمين في عملنا، مرتبين. وخليني اقولكم على هذه الغلطة اللي انا ما زلت لليوم بسويها، لليوم ما كنت اقرأ الوصفة كاملة. يعني انا ابدأ اقرأ، ابدأ اشتغل في هالطبخة، تلاقيني ايش ابدأ اقرأ هالسطرين، ابدأ في المطبخ واشتغل، وافتح واسكر هالوصفة مثلا مكتوبة كانت او حتى فيديو، اكتشف في نص الطبخة ان انا ناسية خطوة مهمة. عن جد كأني وقعت في الحفرة للأمانة يعني. فيعني حبيت أشارككم نصايح، هي بصراحة مش نصايح، يعني أخطاء بنسويها كلنا. ولو انت جديدة بالمطبخ لا تزعلي لو بتغلطي، عادي، كلنا مرينا وما زلنا نمر في هذه الخطوات والمراحل. أهم إشي الواحد يستمتع بالرحلة. احكولي بالتعليقات شو أغرب أو أكتر غلطة بتعملوها في المطبخ.